السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة صدقة جارية ليا إذا لما أكون ميتة أو أنا عايشة. أنا بعمل الفيديو ده كتوعية، والله العظيم مش عايزة منه أي حاجة، وعايزاكم تكونوا فاكرين إن الدال على الخير كفاعله. وهنتكلم النهاردة عن مقاومة الأنسولين وإزاي نتجنب مقاومة الأنسولين وإيه الأعراض بتاعتها وايه اللي ممكن يقلل منها وايه اللي ممكن يقضي عليها خالص. هنعرف كل حاجة في فيديو النهاردة، ولو الفيديو ما كفاش ان شاء الله هنعمل جزء تاني. تمام، هنخش بقى في الموضوع على طول. نعرف يعني ايه الاول مقاومة انسولين، الحاجة اللي انا اصلا برضو ما كنتش عارفاها، ولكن بعد ما عرفتها قررت ان انا اعرفها للناس لان هي مهمة جدا جدا، وبيحصل بسببها كوارث بقى، وجع في الرجلين وضيق في التنفس ده دي الأعراض اللي انتوا بتحسوا بيها. بس الحاجات اللي بتبقى بقى جوه دهون اللي اتراكمت وكل الحاجات اللي انا هعرفها لكم دلوقتي، هتعرفوا ان كل البلاوي بتيجي من مقاومة الأنسولين. ما هي مقاومة الأنسولين؟ تعالوا معايا كده واحدة واحدة. ولنفترض ان ده البلعوم، ونزل الأكل هنا كده في المعدة واتهضم الأكل واتحول لسكر سائل، والسكر السائل ده اتحول للبنكرياس. ولنفترض ان ده البنكرياس، والبنكرياس حوله على الأجهزة بتاعتك. طبعا بتاخد من السكر طاقة، بتاخد السكر من البنكرياس على هيئة طاقة. فالطاقة دي بتخش على الأجهزة بتاعتك اللي هي المخ، المعدة، المريء، كل أجهزتك بتشتغل بالطاقة اللي امتدتها من البنكرياس. فالأجهزة دي لما بتاخد سكر زيادة عن اللزوم بتفرز السكر، ويعني تطلعه على الأجهزة بتاعتك علشان تشتغل. فخدت زيادة عن اللزوم، هتعمل ايه؟ مش هتستقبل أصلا السكر اللي خدته من البنكرياس لأن هي خلاص خدت كفايتها، فيبدأ البنكرياس يحوله لدهون. فهتبدأ انت طبعا الدهون دي تعمل بطن سفلية وتعمل دهون على الكبد فطبعا ما بتشتغلش بشكل صحيح. والكبد هي المسؤولة عن إفراز الجلوتاثيون اللي هو بيقلل إفراز الميلانين. فلما ما بتشتغلش كويس فتبدأ تحصل لك تصبغات في الرقبة وفي المناطق الحساسة وفي حتت كتير قوي بتضايق الناس عموما، يعني مش السيدات بس. فطبعا بيحصل كمان ان الأجهزة ما بتشتغلش بشكل طبيعي لان هي استكفت خلاص من السكر، فما بقتش تاخد سكر بشكل طبيعي، بقت رافضاه اصلا. فلما بقت رافضاه تحول لدهون. ولو فضلنا مستمرين على النظام الغير صحي في الغذاء هيتحول الدهون ديت لسكر في الدم، فبالتالي هيكون مريض سكر. طيب احنا عايزين نتجنب اصلا مقاومة الانسولين، هنعمل ايه؟ هنمنع الحاجات اللي بتزود من افراز السكريات. زي ايه؟ زي الرز، المكرونة، العيش، الفينو، الحاجات اللي هي بتتحول لسكر اللي هي زي الكربوهيدرات دي كلها بانواعها اللي هي طبعا تبع المكرونات والحاجات دي. تمام، وهنحاول بقى ناكل حاجات صحية. طب هو احنا مرة واحدة كده هناكل حاجات صحية؟ لا طبعا مش هينفع، لان احنا لو بدأنا ان احنا نمنع الرز خالص ونمنع العيش خالص ونمنع الحاجات دي كلها، اولا اصلا مش صحي ان احنا نمنعها خالص عشان تبقوا عارفين. ولو منعناها خالص مرة واحدة هيحصل انتكاسة، فالانتكاسة دي هتؤدي ان احنا عايزين ناكل بشراهة. يعني لو كنا بناكل طبق هناكل طبق ونص ومش هنقدر نقاوم. طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان احنا لو بتاكل طبق رز هتاكل نص طبق رز، لو بتاكل رغيف عيش هتاكل نص رغيف عيش. واحدة واحدة هتقلل لحد ما توصل ل4 معالق رز بس. 4 معالق رز ده في الغدا، ربع رغيف عيش. طبعا هتاكل بيض مسلوق زي ما انت عايز، هتاكلي حتة الفرخة بتاعتك وهتشيلي الجلد، هتاكلي سمك مشوي عادي خالص، حتة اللحم بتاعتك عادي خالص. هو شبه كده نظام الرجيم، ولكن مش الرجيم اللي هو القاسي. يعني احنا بناكل اللي احنا عايزينه بس بكمية قليلة. تمام، هنبدأ طبعا ناكل سلطة، ناكل خضار، ناكل فاكهة، ما نضيفش عليهم سكر، نشرب العصير من غير سكر. الحاجات دي كلها هتحسوا ان افراز السكر او الاكل ده ينزل من البلعوم. نعيد القارة تاني،
هيتفرز طبعا سكر طبيعي قليل هيروح للبنكرياس، طبعا هياخده الأجهزة هتاخده بشكل طبيعي خالص لأنه سكر عادي في معدلها الطبيعي، فبالتالي مش هتفرز دهون سكر، فبالتالي دهون السكر دي هتبدأ تختفي واحدة واحدة، فبالتالي لما تختفي هتبقى الدايرة ماشية تمام. الدهون السكريات اللي هتخرج على البنكرياس، هتخرج من البنكرياس على الأجهزة بتاعتك طبيعي خالص، مش هتفرز دهون، فبالتالي مش هيبقى فيه مقاومة أنسولين، فبالتالي مش هيبقى فيه سكر. ربنا يعفو عنا جميعا يا رب العالمين. وعايزة اقول لكم في الاخر كمان شرب المية كتير هنتكلم عنه في فيديو تاني، علشان الفيديو ده ممكن ما يكملش، وعايزة افكركم ان الدال على الخير كفاعله. يا رب تكونوا فهمتوا مني حاجة او استفدتوا مني بأي حاجة ولو بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.